امسك بعد كده بيحصل اختلاف على الافكار الموجوده بحيث نجمع من الافكار لمن يريد لا برايه حتى يستطيع ان يكون برنامج حزبي جيد ان شاء الله. بلغت الخبر يعني عن طريق بعض الزملاء بلغوني والحمد لله سعدت جدا. لوجا محمود الخبر وانساني الفتره الطويله 30 عام قضيتها في السجن، ولكن الحمد لله لا زلت كما انا وخرجت مرفوع الراس كما دخلت والحمد لله مرفوع الراس. ماذا تقول لثوار 25 يناير وشهداء؟ والله انا في الحقيقه يا حضرات لما بدات الثوره الاول اعتزلناها انها حركه احتجاجيه محدوده، ولكن بعد ان سقطت الدماء والارواح وتساقطت بدأت أعلم أن المسألة ستنتصر الإخوة جميعا وستنتصر هذه الثورة وتتحول بإذن الله إلى حركة قوية مبشرة للمجتمع المسلم القائم جميعا إن شاء الله وأقباط كمصر جميعا سنكون إن شاء الله وحدة واحدة، لأننا فعلا في الميدان لم يظهر أي فارق بيننا بل وقف الجميع صفا واحدا لإنجاح مبادئ الثورة الجيدة بإذن الله تعالى. خبرات الرئاسة يا شيخ، خبرات الرئاسة اللي ظهرت في الفترة الأخيرة بين المسيحيين والمسلمين. والله أنا دائما أوصي دائما من زمان وليس من الآن بالاهتمام بهذه القضية، وإن احنا لابد أن ننزع الدين مبكرا، وأننا لا نستجيب أبدا لمثل هذه الدعاوى التي تدعو إلى الفرقة. كأبناء وطن واحد ينبغي أن نحافظ على أنفسنا دائما من أي أخطار، لأن هناك كيد لنا يتم من خلال محاولة الالتفاف على الثورة وإسقاطها. كنت حضرتك تتوقع عملية الإفراج دي تتم في وقت سريع كده حضرتك؟ والله هو الحقيقة طبعا اللي كان متوقع ان الحكومة كانت واضعة السابقة حاطة في اعتبارها ان انا مسؤول مدى الحياة، وان انا مش هخرج من السجن الا على نقالة كما كان يقال لي.